ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم بالسلسله المفضله، وحلقه النهارده هتبقى عن افلام التيك توك اللي بتزك كل معايير العقل والتفسير المنطقي. بس قبل اي حاجه انزل لي بالانترو. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف طيب. ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ بتكلمي مين يا نور؟ بكلم شهد صاحبتي. شهد صاحبتك؟ طب سلمي لي عليها. الله يسلمك يا اكرم. كنت عاوز احكي لك حكايه كده يا حبيبتي. فارس صاحبي اللي لسه متجوز جديد من يومين اكتشف ان مراته بتخونه. عارفه عمل معاها ايه؟ خلص عليها. حاجتين بس عايز افهمهم، هي ازاي مش واخده بالها من رجليه؟ وليه بتكلم عشاها جنب جوزها؟ اصلا تحس فيه اصرار على الخيانه. طب هو ليه يعمل كده من الاول؟ ما كان يقول لها وينفصل له وخلاص. عارفه انا لو كنت مكانه كنت هعمل ايه؟ كنت هقطعها قبل ما اخلص عليها. انا مش فاهم هو حضرتك بتمهد لايه؟ ما تقفشها وخلاص. لان مفيش مبرر يخلي ان ست تخون. ولا انت رايك ايه؟ مش يمكن يكون هو كان مقصر معاها فهي اضطرت تعمل كده؟ حضرتك بطريقه كلامك دي تثبت له اصلا انك عارفه عليه راجلين ثلاثه. ما كانش لازم يعمل معاها كده يعني. الو. ايه يا بنت بتبان عليك ما بترديش ليه؟ بقول لك ايه، ما تكلمنيش تاني وامسح رقمي من عندك. طب استني حتى يلحق ينزل. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انا مش فاهم برضه هي ازاي ما حسيتش؟ دي انت مركب موتور عربيه في ظهرها. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. لا ما تقلقش هتتأخري في عليا. السفريه دي. لا ما تقلقش عليا، هاجي على طول ان شاء الله. استني ايه، خديني معاك. استني. هو حضراتكم ما حسوش باي حاجه غريبه؟ طيب الحاجه اللي محطوطه دي وبعدين هي قعدت عليها اصلا ما حسيتش باي حاجه؟ يا هدير استني ما تركبيش، انزلي بس يا هدير. انت رايحه فين؟ انزلي. راحوا مشوار مع ايه هتوصلني في طريقها. مشوار ايه بس يا هدير؟ انزلي بس وانا هفهمك. سيبها انا هوصلها لحد انا عايزها في موضوع، انا عايزك في موضوع يا هدير. انزلي بس كده. يا رامي مستعجله. طيب ماشي يا رامي. ما كنت سبتها يا رامي اوصلها على اول الشارع. مش مشكله، انا هوصلها يا حبيبتي. خلي بالك من نفسك. تمام ماشي يا حبيبي، انت اللي خلي بالك من ما نفسك. تاخريش عليا. ماشي، سلم لي بقى على كل اللي عندكم. ماشي يلا. باي باي. يلا روح مع السلامه. كده يا رامي ما خلتنيش اروح معاه، اخفى عليك والله. اصبري بس يا هدير يا اخت، انا هفهمك كل حاجه. مراتي طلعت بتخوني اصلا وانا حاطط لها مسامير. ازاي الكلام على ده يا الكرسي. رامي؟ اسمعي بس، عشان كده ما رضيتش اخليكي تركبي. يا ابني ما هو منطقيا لما حد يجي يقعد اكيد مش يقعد على الفوطه، فهيشيلها فهيشوف اللي انت عشان حاطه. ما تقعدوش على المسامير وتعوري. وبعدين عايز اقول لك كمان، انا حاطط لها جهاز تتبع GPS وهراقبها على التليفون وهشوفها راحت فين. يا حبيبتي انا واقف بقالي ساعتين، الناس اللي رايحه واللي جايه عمالين يبصوا عليا. ينفع كده؟ حقك عليا والله يا حبيبي، والله ما صدقت. بس هربت من جوزي، ما انت عارف ان هو مضيقها عليا ومش عارفه ابعد عنه خالص. طلع عندك حق يا رامي. استنى بقول لك ايه، ما تيجي المضحك اكتر ان الممثلين خايفين اصلا يقعدوا عليها ننزل بجد. تحت شويه. انا جبت لك على فكره الفلوس، تعالى بس وانا اعرفك. تعالى نقعد تحت شويه. ما يعرفش اي حاجه طبعا، الموضوع ده مخبياه عليهم. انا ازاي ان هو يعرف ان انا خدت منه فلوس؟ ما تقلقش، عشان عمره ما ما يعرف. يحصلكيش مشاكل بس. لا انا نفسي بس اوجه رساله للي عمل دور عشيقها. ايه الاداء ده يا اسطى؟ انت مدي رياكشن واحد طول الفيديو، هو جاي يصور وقرفان اصلا. اللي هو يا رب ننجز بقى من ام القرف ده. عمره ما يعرف. انا ازاي اصلا اعرف في حاجه زي دي؟ بس عندكم عرفت يا هدير؟ جالي الكلام يا هدير ان هي بتخوني. شفتي واقفه مع واحد غريب اهوت. انت قلت لي لا ده مراتك بتحبك وما بتخونكش. ده ايه بس وزفت ايه؟ بس بالراحه. يا ابني ما تضربها، اعمل اي حاجه، انت بتتفاهم معاهم. والمشكله ان عشيقها بيهدي الموقف. اللي هو يا جماعه اهدوا، ما حصلش حاجه، ده شيطان ودخل ما بيننا. في اهدى ايه وزفت ايه؟ فهميني ايه الحوار بينك وبينه ايه ان شاء الله؟ مفيش حاجه ما بيني وما بينك. وفلوس ايه اللي متفق عليها وشقه وبتاع؟ انت ليه عملت كده في اخويا؟ اذاكي في ايه ولا حرمك من ايه؟ انت ليه يا نزلتي أستاذة. تخونيه كده؟ طب اهدي يا استاذه بس ايه؟ حضرتك انا بكلم مراتك ما تتدخلش. انتوا مش فاهمين. فهميني الحقيقه، انا عايز افهم في ايه دلوقتي. انتوا مش فاهمين حاجه، بطلوا تظلموني. يعني ايه ده؟ بلا اظلم بلا زفت. خلاص جالك يا- كلامي خلاص قلت لك يا البت دي أستاذ، مش مظبوطه. يا استاذ اهدى بس. خلاص انا اخوها. هو ما قالش حتى قريبها مثلا او ابن خالتها، هو رماها كده واللي هو انا اخوها. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ تاني معادك كده. يخرب بيتك انت. بيتي ايه؟ انت عامله حمل مزيف لجوزك، حرام عليك. اول ما دخلت قام مناولها بالابره في بطنها، قام شارح بقى الفيديو. ليه؟
ايه؟ انا مالي ايه؟ اشوف حاجه غلط واقول انا مالي؟ بتضحك عليه ليه؟ نفسي افهم بتضحك عليه ليه؟ طب ما تقول له هو ريحته لا هي ليه؟ مالك يا راجل يا بارد؟ ما بارد في حياتي ليه؟ بتضحك عشان جوزك راجل طيب ومحترم. ايه يا اسطى الرياكشنات دي؟ وبعدين انت واقف مستني ايه؟ ما تروح تقفشها. وما يستاهلش منك بقى اللي انت بتعمليه دوت. ايه صوت القلم ده؟ دي ضربته بخشبه على وشه، يعني ولا فالحين في مونتاج ولا تمثيل ولا سكريبت. طب بتعرفوا تعملوا ايه؟ يعني انا مالي؟ مفيش حاجه اسمها انا مالي، انا واكل من خيره، مفيش حاجه اسمها انا مالي. ايه القرف ده يا جدعان في ايه؟ ايوه يا فندم. ايه يا ضغطي يا لهوي ضغطي. ايه ده؟ وانت بتعمل ايه يا استاذ؟ هي ازاي بعد الكلمه اللي انت قلتها دي مره واحده ما بصيتش عليك؟ وانت ليه حاطط الحاجات دي في علبه البيتزا؟ اللي هو لو شفت اختي في الشارع برضه بعمل حسابي. في ايه يا استاذ؟ ولا شوف اخته في بيت غريب ما يجيبهاش من شعرها ويوديها على البيت، لا هو يروح يقول له الله ينور عليك والله يا رجوله. يا حبيبتي يا بنتي. يا حبيبتي يا بنتي ايه؟ هي عامله حادثه على الداري في بيت راجل غريب. ايه القرف ده يا جدعان في ايه؟ هاي يا اسطى انت خلصت ولا لسه؟ ايوه يا استاذه خلاص 5 دقايق هشحن الفريون وخلاص خلصت. يو فريون ايه يا استاذ؟ هو انت مش بتصلح البوتاجاز؟ انت ازاي مش واخده بالك من الاول؟ دي انت لو هتشوفي بيلن مش هيشغل الفلاش ده كله. ثانيه تليفونك ده يا استاذ انا هصورك ليه يعني يا استاذ؟ هو التليفون لما انا بروح مكان غريب بيستغرب المكان فبيفضل يعمل فلاش كده بيقول لي اللي هو انت جيت هنا ليه يعني بس مش. ايه المبرر الغريب ده؟ طب حتى اجتهد قول بينور لوحده، انما الرد ده يخليها تشك فيك اصلا. لا يا صاحبي ده كده كارته مش موبايل. ايه القرف ده يا جدعان في ايه؟ خش بقول لك ايه يا ماندو، انت كل مره بقى تجيبني هنا تقول لي ان مراتك مش موجوده وفي الاخر يا اخويا الاقيها بتطب في اي حته. هي فعلا بتطب من اي حته لدرجه ان هي واقفه على الباب من فوق، مفيش اغرب من كده. وبعدين طالما هي بتطب كل مره انت بتخونها ليه هنا كل مره؟ انا مراتي في مصيف، عارفه يعني ايه مصيف؟ شرم الشيخ. قالت انا اروح مع دادي ومامي اسبوع وهاجي اسبوع. ما هي كل مره تقول لك هروح مع دادي وهروح مع بابي وفي الاخر تروح انت جاي يا ابني هنا وفي الاخر الاقي اي مصيبه. انت ازاي طيب مش شايفه ان في رجل في ظهر اللي بتكلميه؟ ايه القرف ده يا جدعان في ايه؟ وفاء انت بتفتح هنا صرف على الصبح. معلش ما كانش قصدي. حصل خير يا مريم الراجل ما كانش قصده. لا انا عارفه ما هو ده لسه برضه مش خبطه، ده كتف قانوني. الاشكال دي كويس قوي. جرايه انا حمك مالك ومحدش منع عنك ولا ايه؟ اهدي يا سما ما تهدي علينا بقى بالله عليكي كده. وبسم الله الرحمن الرحيم انا لو سبت اختي عليكي هتاكلك بسنانها. يلا بقى يا مريم يلا عشان نمشي. هتعملي ايه يعني يا روح ماما؟ تعالي بقى انت من الصبح طايحه فينا زي الجناويس كده ليه؟ اهدي يا سما. خلاص اهدي يا مريم. انا سبتها عشان خاطرك انت بس. شكرا. حضرتك دي كانت هتاكل دراع اختك، هو ايه اللي شكرا؟ هو انت اسمك ايه حضرتك؟ اسمي ايه؟ انت هو زي بقى ده حته طز في اختي وطز في اختها. وحضرتك اسمك ايه؟ عسل يا ايه. هو انت ساكنه فين؟ يلا يا نحنح انت لسه هتتنحنح. ايه القرف ده يا جدعان في ايه؟ يا حبيبتي انت فين؟ انا في المحل اهو بجيب حاجه وخرجاله. ماشي انا جاي اهو. انا وراك يا حبيبتي. هو انت فين ورايا؟ هو انت حسين؟ هو انت جايبه؟ يا عم دي لو متوصله بريموت كنترول مش هتعمل كده، ده غير يا اسطى ان في عتبه اصلا، اكيد هنا بقى دست انتر. انا علشان اعمل نظافه. ما علشان يكمل العبط بقى التليفون بيقع منه في ايد الراجل اللي جنبه، الراجل اصلا فاكره بيعتف عليه بيه. نظافه؟ ثانيه واحده بس انا هفهمك حاجه. تفهمني ايه؟ تفهمني ان انت كذبت عليا؟ ابعد عنه ليه؟ احنا كلنا بني ادمين وعايشين على الارض، ولما هنيجي يخرب بيت ريحه برفانك يا ماما، السكن الجديد مدوخ المنطقه كلها. انت ازاي يا ابني تسيب مدينتي وتيجي تعيش هنا؟ ده انا كنت بحسدك ايام الجامعه. ما انت عارف يا اخويا ايمن. وبكده للاسف خلص الفيديو، كان لازم اوقف طبعا منعا لاي اصابات للمشاهدين زي عدم القدره على الانجاب وارتفاع الضغط وازمات السكر. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لاخوك، عايزين نوصل 10000 بالحب. ما تنساش برضو تدعي لاهلنا في غزه وجميع الدول العربيه ربنا ينصرهم. اشوفكم الفيديو الجاي، كان معكم زياد، سلام عليكم. ايه القرف ده يا جدعان في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟